ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم محمد ايهاب. متنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه وشير عشان يوصلكم كل جديد باذن الله من الفيديوهات. والناس اللي حابه تحجز قراءه خاصه تفضل طبعا تتواصل معايا على الواتساب على الارقام اللي هسيبها لك تحت في الديسكربشن بوكس او صندوق الوصف. تواصل معايا وانا في الاسعار حلوه جدا، واي حد يقدر باذن الله يعمل القراءه ان شاء الله. حط يلا كده شخص في بالك وتعالى نشوف مشاعره في الوقت الحالي اتجاهك عامله ازاي. تعالى يلا كده هنختار باذن الله النهارده بالارقام الطاقيه. جديدة الأرقام الطاقية طبعا احنا عاملينها عشان هنبدأ بإذن الله سنة جديدة، فنبدأ أكيد برقم طاقي يدينا طاقة أو يدينا شوية روحانيات. يعني اخترت لكم كمان رقمين حلوين الصراحة، 3 سبعات و3 وحايد اخترتها لكم أكيد بإذن الله. فدي طبعا أرقام بإذن الله حلوة جدا، فاختار طبعا حسب الرقم الطاقي اللي انت حابه أو اللي انت حابب بإذن الله للقراءة. أكيد طبعا معانا كروت طاقة توضح أكيد برضو الطاقات عشان تعرف القراءة دي مناسبة ليك ولا لأ. يلا نبدأ بإذن الله كده مع أصحاب المجموعة الأولى. دي المجموعة الأولى ودي المجموعة التانية، سيبكوا شوية برضو تختاروا. يلا كده نبدأ بأصحاب بقى المجموعة الأولى. رقم الطاقي 3 سبعات، رقم حلو جدا. Four of Wands, Knight of Swords, Hanged Man, Three of Cups، وكمان Nine of Swords. ماشي. طاقتك انت في طاقة المون، طاقة القمر. بص، انت ممكن تكون في الوقت الحالي يا زعلان يا متضايق، ممكن تكون خايف من حاجة معينة، عندك اختيارين مش عارف تختار ما بينهم. ممكن تكون كمان محتار ما بين حاجتين مش عارف تعمل ايه مثلا او ما تعملش ايه في الوقت الحالي. في برضو شيء معين انت ممكن تكون قلقان منه في الوقت الحالي، او جواك مثلا حاجة ممكن عايز تعملها والحاجة التانية لا مش عايز مثلا، او انت في نقيض جواك او في خوف معين او قلق عن حاجة معينة. ففي شيء معين مثلا ممكن يكون مقلقك إلى حد ما، أو ممكن تكون أنت خايف منه. دي طبعا الطاقة بتاعتك، لو مظبوطة كامل القراءة، لو مش مظبوطة طبعا اسمع طاقة المجموعة التانية. في كمان ممكن تكون انت في علاقة معقدة، يا ممكن تكون انت في علاقة خايف امالك ما تتحققش، الامنيات اللي انت بتتمناها مثلا ما تبقاش موجودة في العلاقة ديت، او ما تحصلش على اللي انت عايزه او الراحة اللي انت طبعا مستنيها. فدي طبعا حاجات شبه دي. فدي طبعا الطاقة بتاعتك. كمان طاقة رقم 7 احنا نحللها برضو. الناس برضو اللي اختار رقم 7 انتوا ممكن تكونوا ناس روحانية، ممكن تكونوا كمان عندكم الحاسة السادسة. انت عندكم كمان ممكن تكون الحاسة السابعة كمان، بس عندكم الحاسة السادسة قوية جدا، او انتم احساسكم عالي، او احساسكم بالحاجة اللي انتم بتتوقعوها ممكن تكون مظبوط، او انتم عندكم قدرة على تحليل الاشخاص اللي حواليكم. ده ظاهر جدا معايا انا في طاقة رقم 7 برضو. غالبا بعض الناس ممكن يكون حروفها 7 حروف مثلا، أو مولودين شهر 7 أو يوم 7 أو رقم فيه 7 مثلا. وفي رقم برضو 21 ظاهر معانا، يا عمرك يا عمر الشخص ده، أو 21 ده يوم مثلا ميلادك انت، أي ما شابه يعني. رقم 14 برضو ظاهر معايا، في رقم 1 برضو ظاهر معانا هنا. فطبعا خد الأرقام اللي ظاهرة أو اللي أنا قلتها بإذن الله. ورقم 3 برضو ده موجود معانا. تعالى بقى كده يلا نقول مشاعر الشخص ده اتجاهك في الوقت الحالي لو الطاقة طبعا انطبقت عليك. فاللي بشوفه هنا ان مشاعر الشخص ده عنده على فكرة حب ليك الشخص ده جدا جدا على فكرة، ولكن بشوف ان الشخص ده ممكن يكون شوية مندفع في اي شيء هو بيعمله. يعني ايه مندفع؟ يعني مثلا ممكن يكون الشخص ده كان عامل حاجات كويسة قوي قبل ما تنفصله، او قبل ما يحصل ما بينك مثلا سوء تفاهم، او لو ده كراش كان عامل اي شيء حلو، وبعد كده الشخص ده بيجي ممكن بأقل موقف أو بحاجة معينة صغيرة يعمل حاجة تزعلك منه، أو يعمل حاجة تخلي العلاقة ديت بعد ما كانت ماشية مظبوط، أو بعد العلاقة دي ما كانت حلوة وكانت جميلة وماشية فعلا إلى خطوة الترسيم، و انتم كنتوا مبسوطين مع بعض، جه وقف العلاقة دي أو جه علق العلاقة دي بفعل هو ما كانش عارف الشخص ده هو بيعمل ايه على فكرة. لأنه في الوقت الحالي طبعا هنحل كل الكروت بالترتيب، ولكن في الناين اوف سوردز هنا ان الشخص ده ندم على التصرف المتسرع او التصرف الغلط اللي هو عمله، وهو ما كانش قاصد اكيد ان هو يعمل كده، لان الشخص ده علق العلاقة وهو كان
عنده حماس انك لا العلاقه دي هترجع تاني، او العلاقه دي كانت ماشيه مظبوط فكده كده هترجع العلاقه دي، او كده كده العلاقه دي هتبقى ماشيه برضو في نفس النمط. ما توقعش ان هيبقى في انفصال ما بينك وما بينه، ما توقعش ان هو هيبقى في زعل، او هيبقى في كل واحد شايل من التاني زعل، وشايل من التاني آه، مثلا كل واحد متضايق من تصرفات التاني، او كل واحد مثلا، او ما توقعش انك هتزعل منه، او هتبعد، او هيبقى في انفصال ما بينك وما بينه. فالشخص ده ما توقعش كده، هو مفكر دايما ان العلاقه كانت هتبقى كويسه، وكان هيبقى فيها ترسيم. وعلى الاقل لو هو عمل مثلا تصرف مش كويس معاك مثلا، او زعلك او ضايقك، او عمل تصرف متسرع منه ضايقك، فهو متوقع ان التصرف ده ايه يعني، لو في ناس تدخلت، او هو جه صالحك، او جه يكلمك، فانت خلاص هتنسى وهتعدي اللي حصل ما بينك وما بينه، او على الاقل المماطله. لان ممكن يكون الشخص ده كراش مثلا وطول، فهو ممكن يكون شاف انه خلاص بقى انه طول، و فانت كده بالنسبه لك هيبقى عادي، او خلاص انت كده مش هتفقد الشغف، او مش هيبقى عندك قدرة انك تستحمل اكتر من كده. هو دلوقتي الشخص ده ندمان على فكرة على طاقة المماطلة، او ندمان على الطاقة اللي هو سابك فيها، او الوقت اللي هو عدى وهو ما عملش اي حاجة، هو ساب العلاقة معلقة. فهو ده الشخص ده مضايقه في الوقت الحالي، ولكن مشاعره على فكرة الشخص ده بيحبك جدا. الشخص ده على فكرة يعني اللي عايزة اقوله لك ان هو عنده غيرة عليك بشكل قوي، يعني ده ظاهر معايا جدا، وتعلق كمان الشخص ده عنده بيك. كمان الشخص ده مشاعره على فكرة إيجابية تجاهك دايما، ودايما لما بتكون سلبية بيحاول إن هي تتعكس وتبقى دايما طاقة إيجابية، يفكر فيك بشكل إيجابي، بيفكر فيك على فكرة بشكل فيه طاقة تديله أمل، لأن العلاقة دي ممكن ترجع في يوم ما، أو العلاقة دي تبقى فيها أمل مرة تانية، وإنها إن شاء الله تكمل. الشخص ده على فكرة بيحلم بيك وبيتخاطر معاك، ده ظاهر معايا بشكل قوي أوي في طاقة الناين أوف سورز. دي طبعا كانت مشاعر الشخص ده اتجاهك في الوقت الحالي. اتمنى لك اكيد التوفيق والخير يا رب. هنشوف نقول الطاقات والابراج اللي ظهرت معايا. ظهر معايا برج السرطان، برج الحمل، والعذراء. ظاهر كمان معايا الحوت، وظاهر كمان معايا العقرب برضه ظاهر معايا. ودي الطاقات وظاهر معايا كمان الابراج المائيه كلها، يعني خد الابراج المائيه كلها، السرطان والحوت والعقرب يعني ظهر معايا. اتمنى لكم اكيد التوفيق والخير، بشوفكم ان شاء الله على خير في فيديوهات تانية كتير. يلا كده ننتقل لاصحاب المجموعه التانية والناس اللي اختاروا الكارت الطاقي التاني باذن الله. كارت التلات وحايد، ده كارت الطاقه بتاعتكم انتم، الكوين اوف بنتيكلز. انتوا ناس واثقه في نفسها بقى، جينا بقى للناس ايه اللي واثقه في نفسها. كينج اوف بنتيكلز، الجادجمنت، 6 اوف بنتيكلز، 10 اوف بنتيكلز، والايس اوف سوردز. قراءة قوية جدا جدا جدا، ورقم واحد مش سهلة يا جماعة، طاقة رقم واحد مش سهلة. بالنسبة بقى هاخد بس الطاقة بتاعتك انت الأول. انت في طاقة الكوين اوف بنتيكلز، انت ممكن على فكرة تكون في الوقت الحالي مفتقد الشخص ده، عايز تتكلم معاه مثلا، مفتقد أيام ما بينكم، أو مفتقد حاجات مثلا كنتم بتتكلموا مع بعض وكنتم بتعملوها، ذكريات كنتم بتتقابلوا مثلا، أو كان في أي رابطة تجمعك انت والشخص ده، أو على الأقل إن شاء الله يعني كانت نظرات يعني. بس الشخص ده مفتقدك جدا في الوقت الحالي، وعنده على فكرة طاقة حنين ليك، هو لسه على فكرة محتفظ بيك ولسه متمسك بيك الشخص ده، ولكن ممكن يكون في الوقت الحالي هو في مكان وانت في مكان، فهو مش عارف هو يعمل ايه، او ايه اللي المفروض يتصرف بيه، او قاعد مكانه مش لاقي حلول، او مش عارف هو يتصرف، او انت مش عارف تتصرف مع الشخص ده ازاي. انا مسكت طاقة الشخص ده وهي طاقتك انت، يعني انت ممكن تكون في الوقت الحالي قاعد مكانك ومحتفظ بالشخص ده، وقاعد بتفكر فيه ودايما موجود على بالك، ولكن مش عارف تعمله ايه، او مش عارف تتصرف معاه ازاي، او شايف ان ما باليد حيلة، مفيش حاجة ان انا اعملها، وقاعد على الاقل بتحاول انك تمارس شغلك، بتعمل الحاجات اللي انت المفروض تعملها، ولكن برضه بتركز مع الشخص ده، وبرضه الشخص ده موجود في الطاقة بتاعتك. طاقة بقى رقم واحد هنشرحها زي ما شرحنا طبعا طاقة المجموعة الأولى، فهي دي طاقة البدايات. انتوا ناس على فكرة ممكن تكونوا لسه بادئين حاجة جديدة، ممكن تكونوا لسه بادئين شغل، عمل، دراسة، علاقة عاطفية مثلا، وده كراش انت داخل تسمع له، أو انتوا بتحبوا انكوا تبدأوا من جديد. دايما كل حاجة ما بتحبوش دايما الخسارة، أو ما بتحبوش الفشل. ده غير كده كمان برضو بتحبوا دايما انكوا تبقوا رقم واحد في كل حاجة، يعني ده برضو ايه دليل ظاهر معانا. غير كده كمان برضو بشوفكم انكم اشخاص كمان بتحبوا دايما تنفردوا بالحاجه اللي انتم موجودين فيها. يعني ايه؟ يعني لو علاقه عاطفيه فانت بتحب تكون انت الاول والاخير عند الشخص اللي قدامك، ما تحبش حد يعني يشاركك فيه.
غير كده كمان برضو بتحب دايما انك تظهر في مظهر مختلف او تبقى مختلف او متميز عن كل الناس اللي موجودة حواليك. متحبش كمان برضو ان حد يقلل من قيمتك، او ما بتحبش انك آم، تكون فرض على حد. لا بالعكس، انت بتحب انت جمالك هي اللي تبقى مغرقة الكل، مش حد اللي عليه ليك جمايل. يعني ده برضو ظاهر معايا. ظاهر برضو كمان معايا رقم 1، ممكن يكون ده تاريخ ميلادكم أو تاريخ ميلاد الشخص ده، ورقم 11، رقم 3 برضو ظاهر معايا، ورقم 2، ورقم 1 برضو ظاهر معايا بقى، سواء بقى في رقم عربيتك ممكن، أو رقم تليفونك ممكن برضو، في 3 وحيد على فكرة، فخلي بالكوا يعني من الموضوع ده. ناخد بقى مشاعر الشخص ده اتجاهك. مشاعر الشخص ده معجب بيك جدا جدا جدا، ولو قلت لك كده من هنا للصبح مش هتصدق اكيد. ولكن مشاعر الشخص ده كينج اوف فينتيكلز، فالشخص ده عنده فعلا مشاعر اتجاهك بشكل قوي، عنده على فكره ليك طاقه حلوه جدا. الشخص ده على فكره بيبعت لك طاقه. يعني ايه بيبعت لك طاقه؟ يعني انت ممكن تكون انت بتعمل اي حاجه بتحس بيه، بتحس بطاقته، بتحس ان هو موجود معاك، انك لما بتفكر فيه بتحس ان في انت حاسس ان هو قاعد معاك، او موجود، او في طاقه بتجمعك بيه. فالشخص ده على فكره هو بيبعت لك طاقه من كتر التفكير فيك. ممكن ما يكونش قاصد ان هو بيبعت لك طاقه تخاطر، ولكن غصب عنه من كتر التفكير فيك بيبعت لك طاقه. الشخص ده برضه بشوف على فكره في الوقت الحالي مشاعره اتجاهك فيها توازن، او مشاعره في الوقت الحالي فيها على فكره طاقه اعتدال الى حد ما. هو ممكن يكون في الوقت الحالي بطيء شويه في التعامل معاك، او اوريدي مفيش تعامل اصلا، فعشان كده انت مفتقده، او عشان كده مفيش تفاعل ما بينك وما بين الشخص ده. ولكن اللي بشوفه هنا ان الشخص ده هو في الوقت الحالي ممكن يكون بيتشافى، بيحاول ان هو يتوازن تاني في الطاقة، او بتحاول ان هو الشخص ده يعتدل في مشاعره، لان ممكن يكون هو ما كانش متوازن، فعشان كده كان مخلي العلاقة الى حد ما توكسيك، او مخلي العلاقة دي مش قادرة، او مش صحية الى حد ما. فده كان ممكن يكون مؤثر سلبا على العلاقة، أو مخليكم مش عارفين طبعا إنكم تتوازنوا في العلاقة دي. فهو ممكن يكون في الوقت الحالي الشخص ده بيتوازن، بس مش معنى إن هو بيتوازن إن هو نسيك، أو إن هو مش بيفكر فيك، أو ما عندوش مشاعر. لا بالعكس، الشخص ده اللي بشوف إن هو بيحاول يوازن مشاعره، ورغم كل ده عنده طاقة إعجاب على فكرة، وعنده طاقة فيها استقرار. يعني إيه طاقة استقرار؟ يعني الشخص ده عايزك فعلا، عايزك إن هو يتكلم معاك، عايز فعلا يبقى في استقرار ما بينك وما بينه، يبقى في علاقة حقيقية، في علاقة رسمية وجد على فكرة. يعني اسمه في سوردس هنا عايز يبقى في علاقة بينك وبينه جد، وفي علاقة تبقى بينك وبينه مبنية على أساس الاحترام على فكرة، وده ظاهر معايا بشكل قوي. ودي حاجة حلوة إن الحب اللي ما بينك وما بين الشخص ده يكون مبني على أساس الاحترام، ومبني على أساس التقدير، وإن كل واحد يبقى عارف حدوده. ودي حاجة أكيد أنا بشجعها، يعني أحسن من الحب العاطفي اللي هو بيبتدي من مرة واحدة. ده لا، ده الحب على فكرة اللي بيبتدي بأساس صح، وأساس حلو، إن هو كان بدايته إعجاب، بعد كده بدايته توازن، تاني حاجة التوازن، بعد كده إن الشخص عايز استقرار معاك وعايز احترام. فدي حاجة حلوة، والشخص ده عارف على فكرة إنكم فعلا نمبر وان برضه. يعني الشخص ده عارف الموضوع ده، وبيغير عليك جدا الشخص ده برضه، أو هو بي لو انت بتبقى موجود مع اي حد ممكن يكون مثلا ايه، بيبان عليه، او ممكن يكون الشخص ده ممكن اوريدي مش بيحاول يبان الغيرة، ولكن على فكرة هو من جواه بيبقى غيران، عايز يجي يكلمك، عايز يجي يقولك لأ ما تتكلمش مع ده، ما تعملش ده. بيبقى على فكرة عنده الحتة دي شوية الشخص ده، بس هو ممكن يكون يا بيبانش عليه، يا مثلا مش بيحب ان هو يقول، او مش بيحب ان هو يعبر يعني عن الموضوع ده شوية. فده ظهر معايا بشكل قوي. فدي طبعا كانت مشاعر الشخص ده بالوقت الحالي اتجاهك. اتمنى لك اكيد التوفيق والخير يا رب، وان شاء الله تكون انطبقت عليك. هنقول الطاقات والابراج اللي ظهرت معايا. ظهر معايا برج الجدي، الميزان، ظهر معايا الجوزاء، وظهر معايا الحمل والاسد والثور. ظهر كمان معايا هنا كمان جميع الابراج الترابيه، العذراء والثور والجدي ظاهرين معايا. وبس دي طاقات الابراج اللي ظهرت معايا. اتمنى لكم اكيد التوفيق والخير يا رب. اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديوهات تانية كتير. كان معاكم محمد ايهاب، بالتوفيق ليكم جميعا. ما تنسوش اكيد تنوروني على جميع صفحاتي على السوشيال ميديا، هتلاقي كل الرابط موجوده في صندوق الوصف. لو حابين اكيد تحجزوا قراءه خاصه تقدروا طبعا تواصلوا معايا على الواتساب على الارقام اللي موجوده في الديسكريبشن بوكس. ولو حابين اكيد تنتسبوا هتلاقي كل شيء موجود في الديسكريبشن بوكس، وفيديوهات طبعا تعجبك ان شاء الله. اشوفك على خير، وبالتوفيق لكم جميعا.